ناس كتير بتسأل ايه أهمية بطولة كأس العالم للأندية لما الفيفا بتدفع كل الفلوس دي، وهل البطولة محققة أرباح كتير مثلا علشان الفيفا تدفع الفلوس دي للأندية دي؟ يعني مثلا تفوز مباراة تاخد 2 مليون، تتعادل مباراة تاخد مليون، تصعد لدور ال 16 تاخد 7.5 مليون، تصعد لدور الثمانية تاخد 13.5 مليون، تصعد لقبل النهائي تاخد 20 مليون، تاخد البطولة تاخد 40 مليون، تاخد الوصيف تاخد 30 مليون. الملايين دي كلها الفيفا بتصرفها ازاي على بطولة؟ هل محققة أرباح؟ وإيه الغرض؟ يا حبيبي، الفيفا البطولة دي مش محققة أرباح ولا محققة أي شيء أساسا. هي الفيفا بتستثمر في البطولة، بتعمل دعاية للبطولة، لأن هي عايزة تعملها في شكلها جديد علشان تبدأ الأندية تهتم، عشان فيما بعد والله في كأس العالم للأندية الأندية تبدأ تهتم. فهو ده يعتبر بتصرف الفيفا بتصرف، مش مكسب فبتوزعه، مش فلوس جايه لها فبتوزعها، لا لا لا. الناس لازم تفهم عشان بس ما يقولكش اصل البطوله دي مهمه جدا وحققت ارباح. لا يا حبيبي، البطوله دي عالة على الفيفا،